السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد وقرارات دكتور طارق شوقي أو الملخص العام من قرارات دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. النهاردة طبعا أهم حاجة عايزين نعرفها هي الإعدادية والثانوية. هنتكلم عن الحاجات المهمة، بس إنه في حاجات كتير تطرق ليها ونتكلم عنها، وإن شاء الله هنعملها فيديوهات أكتر في الساعات اللي جاية. بس أنا عايز أقول الملخص العام عشان كله يفهم وناس كتير ما فهمتش، فنقول الملخص. اول حاجه دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم قال ان الذهاب للمدرسه للمراحل الاعداديه والمراحل الثانويه هيكون يومين في الاسبوع. المرحله الابتدائيه هيكون المدرسه هي اللي هتحدده مش الوزاره، لكن بالنسبه للمرحله الاعداديه والثانويه الوزاره حددته هيكون يومين فقط في الاسبوع. تمام، يعني اللي انت هتروحه يومين فقط في الاسبوع. طب باقي الايام هنعمل فيها ايه؟ باقي الايام المفروض انك قاعد في البيت بتتابع المناهج الدراسيه على التابلت بتاعك او على المنصات التلفزيونيه اللي هي القنوات التعليميه، او على القنوات بتاعه الوزاره الرسميه على الانترنت، يعني او المواقع او ادمودو او الحاجات دي كلها. تمام، ده بالنسبة للذهاب إلى المدرسة. طيب بالنسبة لنظام الامتحانات هيكون هو مفيش تغيير، ما اتكلمش عن نظام الامتحانات خالص. هيكون في المراحل الإعدادية امتحانات والمراحل الثانوية هيكون في امتحانات. طيب بالنسبة لتخفيف مناهج أو حذف مناهج، مفيش أي حذف المناهج في أي مرحلة دراسية. مفيش اي حذف لاي مناهج في اي مرحله دراسيه، ده شيء اكيد وهو قاله في المؤتمر. طيب اهم حاجه بقى هو نظام التشعيب اللي قال عنه. قال زي ما احنا كنا بنقول في القناه وبنفضل نقول من اول العام الدراسي اللي فات لحد دلوقتي، العام الدراسي ده بس هو اللي فيه في تشعيب. يعني اللي الناس اللي طالعه ثالثه ثانوي ان شاء الله لاول مره تطلع ثالثه ثانوي السنه دي، هم اللي هيكون لهم تشعيب فقط. السنه اللي جايه ما لهمش تشعيب خالص، مفيش تشعيب في السنه القادمه. السنه القادمه مفيش تشعيب، السنه دي بس هي اللي فيها تشعيب. تمام. حاجه كمان، وهو لن يتم طباعه اي كتب دراسيه ورقيه للصفوف الثانويه كلها، اولى وثانيه وثالثه ثانوي مش هيتم طباعه ليهم اي كتب ثانويه. كل المنصات او كل الكتب هتكون رقميه على مواقع وزاره التربيه والتعليم. مش هيكون في منصات او كتب ورقيه تطبع والكلام ده كله. وهتكون كمان كتب تفاعليه مش بي دي اف، يعني مش هتكون المعلومات مكتوبه قصادك كده وانت تحفظها او الكلام ده كله، لا مش هيكون في الكلام ده. اما عن الجزء الخاص للصف الثالث الثانوي اللي اتكلم فيه دكتور طارق شوقي، احنا ممكن نخش على اليوم السابع ونشوف القرارات بتاعه دكتور طارق شوقي عشان نفسرها مع بعض ونحللها مع بعض. قال ان طبعا احنا عملنا بث مباشر للمؤتمر الصحفي، لو عايز تخش تشوفه كله كامل ليه 43 دقيقه تقدر تخش تشوفه. قال ان مفيش طالب هيحصل على 410 درجه في الثانويه العامه مره اخرى. ده طبعا ليه؟ قال ان طبعا النظام الجديد بتاع الثانويه العامه ونظام التقييم الجديد مش هيكون في حد يقدر يجيب فيه 410، لانه هيكون بيقيس الفهم ويقيس حاجات كتير جدا. ولكن مفيش حاجة اسمها 410 و100% دي. وقال بالنص كده، قال زي ما هو قايل: نريد تخليص أولياء الأمور من كابوس الدروس الخصوصية، لافتا إلى أنه في الثانوية العامة لن يكون هناك تظلمات. مفيش تظلمات في الثانوية العامة. طب ليه يا عم؟ قال لك أصلا لأن الامتحانات مش هيتدخل فيها ناس بشرية. الامتحانات تتحط بطريقة إلكترونية وهتتحط نظام الكتروني، والتصحيح كمان هيكون بشكل الكتروني، مش هيخش فيه اي عنصر بشري. فما فيش كنترول اصلا عشان تروح تتظلم فيه وتقول ان الكنترول او المدرس علم لي غلط. ما فيش مدرس علم لك اساسا. وهتكون في فرصة أخرى ليك للتحسين الموضوع المجموع. هنقول كل ده دلوقتي بالتفصيل، بس أنا بحاول ألخص لك الدنيا. هو قال إن شكل الامتحان هيكون إلكتروني، هيكون بنماذج 4 نماذج مختلفة مش نفس النماذج. مش هيكون كل الطلاب نفس النماذج، هيكون نماذج مختلفة. كمان قال ان الامتحان هيكون عبارة عن ام سي كيو فقط. يعني ايه ام سي كيو؟ يعني اسئلة صح وغلط واختر، مش هيكون في حاجة بتتكتب خالص. الامتحانات كلها مش هيكون فيها حاجة بتتكتب. والطالب فور خروجه من الامتحان المفروض هيكون عارف نتيجته، لان هي اجابة يا صح يا غلط. مفيش حاجة تتكتب، ومفيش إجابة نموذجية وإجابة مش نموذجية وإجابة أنت تكتبها فالمصحح المصحح يقيمها والكلام ده كله. فمش هيكون في إجابات نموذجية وإجابات والكلام ده كله. الامتحان كله كامل هيكون ام سي كيو. يعني إيه؟ يعني اختيارات وصح وغلط فقط. والتصحيح هيكون إلكتروني. التصحيح هيكون إلكتروني. اتكلم برضو عن الناس المأجلة والناس اللي راسبين
في الثانويه العامه وهيعيدوا الثانويه العامه، او الناس مأجله بعض المواد. وزي ما قلنا في القناه مليون مره يا شباب، الامتحان هيبقى بالنظام الجديد، ولكن الفرق انه هيبقى ورقي مش على تابلت. هيبقى MCQ برضو، اختيارات برضو، واسئله صح وغلط برضو، بس في ورق، مش هيكون MCQ. الامتحان مش هيكون موحد، مفيش حاجه اسمها موحد. الامتحان هيكون 4 نماذج واسئله مختلفه، كمان اللي هيحطها مش مدرسين، ده نظام الكتروني. هيقول له حط لي الامتحان ده درجه صعوبته من 20 مثلا، وهيحط له الامتحان ده درجه صعوبته من 20، ايا كان الاسئله اللي هتتحط ايه، بس تكون درجه صعوبتها واحده. تمام. يعني اتمنى اكون موضح الموضوع ده. ده كان معظم القرارات اللي خدها وزير التربية والتعليم. أعمال السنة زي ما هي للثانوية الأولى وتانية، طبعا تالتة مفيش أعمال سنة. فالنظام الجديد زي ما انتوا، أو الملخص العام بتاع الثانوية العامة وبتاع تالتة ثانوي: الامتحان إلكتروني، تصحيح إلكتروني. الامتحان هيكون MCQ صح وغلط واختر والكلام ده كله. الامتحان مش هيتصحح بشكل بشري، مفيش اي عنصر بشري هيخش فيه. الامتحانات مش هتكون سهله لدرجه انك تجيب 410 و100% والكلام ده كله، مفيش حاجه اسمها كده. وبيقول لك ان كليات طب وهندسه والكلام ده كله يبقى من 80%، والكيرف هيتعدل وحاجات كده من هذا القبيل. التشعيب للسنه دي فقط، مفيش تشعيب للسنه القادمه، عشان تبقى عارف وعلى نور، تكون فاهم كل حاجه. ده كان كل حاجه في الفيديو. عندك اي استفسار او سؤال بقى سيبهولي في الكومنتس وارد عليك. انا قلت اعمل الفيديو ده بشكل سريع، والفيديو القادم او الفيديوهات القادمه هتكون كل حاجه مفصله او بشكل مفصل اكتر وفي شكل فيه تفاصيل اكتر. فانت اشترك وفعل زر الجرس عشان اول ما انزل الفيديو يوصلك على طول في اشعار على الموبايل بتاعك وتخش تشوفه. اشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.